بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير يا ليكيب. في فيديو جديد نكملوا في السلسله تاعنا. راك تشوف اصحابي طريقه الكاليتي، طريقه الصوت. لذلك اصحابي راني راح نقدم لكم هذا العام اقوى يعني جهد ممكن في ماده الرياضيات. ما راحش يقدموا اكثر استاذ كيفي انا. لذلك ليكيب نحبك انا كي راح نقدم لك جهد كبير. لي لايف، شوف لي لايف تاع ماده الرياضيات، جميع الدروس خليهم علي انا. راني نقول لك الرياضيات خلاها علي انا، تمارين دروس ملخصات كامله خلاها علي انا. واش نطلب منك؟ حاجه واحده صديقي، نطلب منك لا كونسونطراسيون. لازم تكون كونسونتري وديسبليني، فهمتني ولا لا؟ كيف ديسبليني؟ لازم كل يوم تقرا وكل يوم كونسونتري، مش تقرا باش تقرا برك، فهمتني؟ درك صديقي اليوم باذن الله حنكملوا في سلسله الاساسيات تاعنا. الاساسيات هذو يا صديقي نتاع البريمير ودزيام، راك فاهم ولا لا؟ لذلك بعد نبداو في المكتسبات تاع الدوال، بعد نكملوا الاساسيات اليوم اخر فيديو. واش راح نتناولوا في درسنا اليوم؟ راح نتناولوا حل المعادلات من الدرجه الثالثه، وراح ندخلوا عنصر القسمه الاقليديه، وكيف راح نقروا المتراجحات، كيفاش نحلوا المتراجحات، ايجاد حل المتراجحه. نبداو ليكيب باذن الله باش ما نطولوش في الفيديو تاعنا. ليكيب واش معناتها معادله من الدرجه الثالثه؟ معادله من الدرجه الثالثه اسم على مسمى، شرح الماء بالماء. معادله من الدرجه الثالثه يعني اشاره اكبر اشاره للمجاهير المجهول اللي عندك هي 3. كيفاه؟ شوف عندك كثير الحدود هذا، ثبت معايا مليح، تبع معايا بيان خلاص. انا قلت لك ديما كونسونطري. شوف بيلي اكس واش يساوي اكس مربع اكس مكعب. هاك تشوف كي تعود مش كونسونطري هاك تغلط عادي جدا. شوف تروح غلطات بات عادي جدا، لازم تكون ديما كونسونطري. بيلي اكس، شوف عندك كثير الحدود هذا يسمى كثير حدود. اكس مكعب بلس بي اكس مربع بلس سي اكس بلس دي. هذه ليكيب معادله من الدرجه الثالثه، لانه اشاره اكبر مجهول عندك هي 3. الان يا صديقي الهدف من المعادلات هو حلها، يا اخي ولا لا؟ ليكيب لازم تكون متفرج درس المعادلات من الدرجه الاولى والثانيه باش تفهمني واش قاعد ندير. الان يا صديقي المعادلات من الدرجه الثالثه، حيث المعاملات هذو A B C D كامل ينتميوا لمجموعه الاعداد الحقيقيه R. راك فاهم ولا لا؟ ينتميوا ل R بحيث A لا يساوي صفر. لا يساوي صفر. علاه لا يساوي صفر؟ لانه كون جاء يساوي صفر صديقي، راك فاهم؟ لانه كون جاء يساوي صفر واش معناتها؟ راح تروح هذه تولي معادله من الدرجه الثانيه، راك فاهم ولا لا؟ لازم يكون لا يساوي صفر. ديما ليكيب ركزوا لي على الشروط مليح. الان يا صديقي واش قلنا نحن من الهدف من المعادلات من الدرجه الثالثه؟ هو حلها. شوف صاحبي نحن ما عندناش طريقه محدده نحلوا بها المعادلات من الدرجه الثالثه، راك فاهم ولا لا؟ نحن راح نحاولوا نتحايلوا ونخلوها من الشكل نتحايلوا. واش معناتها نتحايلوا؟ لانه ما كانش طريقه محدده نحلوا بها المعادله هذه، مثلا كما المميز دلتا، كما راح نحاولوا نتحايلوا ونديروها من الشكل معادله من الدرجه الاولى معادله من الدرجه الثانيه ثم نحلوها. راك فاهم ولا لا؟ يعني مش راح نحلوها مباشره ديريكت معادله من الدرجه الثالثه. عندك اول حاجه يا صديقي عندك طريقتين لحل معادله من الدرجه الثالثه، راك فاهم ولا لا؟ الطريقه اللي عندك واش هي؟ طريقتين عندك. عندك طريقه هورنر وعندك جدول هورنر، وعندك طريقة القسمة الإقليدية. راك فاهم؟ ذاتس اول. هذا سهلين خلاص. شوف هي أول حاجة الهدف من الطريقتين واش هو؟ هو نديروا المعادلة تاعنا هذه. بيان سير هذه مش معادلة، هذا كثير حدود. وقتاش نقولوا عليها معادلة؟ كيعود بيلي اكس يساوي صفر. هذه معادلة. باش نلقاو لي زيكس هذو، راك فاهم؟ لازم طريقتين هذو واش راح يديروا نفس الطريق. كل طرق تؤدي الى روم. طريق واش هو انه نكتبوا المعادله تاعنا هذه من الشكل كثير الحدود تاعنا من الشكل اكس ناقص اكس صفر فوا كيلو اكس. بيان سير كي عدد فوا عدد قوس فوا قوس، راك فاهم ولا؟ هذه من الدرجه الاولى. باش تعطيني معادله من الدرجه الثالثه، اصبر يحق لي هذا. شوف اكس ناقص اكس زيرو هذه من الدرجه الاولى. بيان سير هذا لازم يكون من الدرجه الثانيه. علاه؟ اكس بلس 1 فوا اكس مربع واش يساوي اكس اس 3، ياك ولا لا؟ يعطيك الصح. الان يا صديقي عندي اكس ناقص اكس زيرو فوا كالي اكس. كالي اكس بيان سير هو معادله من الدرجه الثانيه، يعطيك الصح. الهدف من الطريقتين هذو هو نلقوا الكالي اكس. كالي اكس بيان سير يكتب من الشكل ا بريم اكس مربع بلس بي بريم اكس بلس سي. بيان سير الا والبي مش من نفس نتاع هذا، ياك ولا لا؟ شوف انا الهدف تاعي في الفيديو هذا انه نركز لك على القسمه الاقليديه. طريقه هورنر مش درسنا اليوم، ولكن راح نعطيك كيفاش تخدم بها. سي بون صديقي، ولكن طبق لي انت في المثال وابعثه لي في التليجرام. سي بون. الان يا صديقي حكيت لك واش كاين واش ما كانش. الان صاحبي راح نطبقوا كل طريقه وحدها باش تفهم. نعطيك مثال مليح نابليكو عليه باش تفهم بيان. انا قلت لك صديقي راح نفرزك الفرزه الواعره اليوم. شوف فرزه مش نورمال، تبع معايا برك واعطيني كونسونطراسيون تاعك باذن الله. كون شفت تفاعل مليح في ماده الرياضيات خاصه طلبه باك 2027، كون شفت تفاعل مليح راح نقدم لكم شيء رهيب العام هذا. سي بون تبع معايا بيان. شوف ناخذ مثال مليح، اصبر
ناخذ مثال بيان. موان 6 ايكوال 0 يساوي صفر. ليكيب هنا الاكس 0 يساوي 1. اكس 0 يساوي 1. راك فاهم؟ هو في اغلب الاحيان صديقي، في اغلب الاحيان او يعطيه لك الاكس 0 كيفاه؟ واش راح يجي لك السؤال يقول لك تاكد ان اكس 0 يساوي 1 جذر للمعادله هذه. ولكن صديقي راح تقول انت السؤال وكي ما يعطيهوش لي يا استاذ، في حاله ما عطاهوش لي كيفاه نلقى الاكس 0؟ راح نعطيك صديقي، تبع معايا دوك تفرز فرزه مش نورمال، تبع معايا بها. في حاله ما يعطيكش الاكس 0 واش نعمل؟ شوف صديقي، الاكس 0 شو يساوي؟ اسمح، الاكس 0 شو يساوي؟ اكس 0 يساوي دي على الأ. اكس 0 يساوي دي على الأ. كيفاه؟ شوف، يساوي قواسم الدي على الأ. راك فاهم؟ اكس 0 يساوي قواسم الدي على الأ. أول حاجة يا أخي متفاهمين، اكس 0 هو اكس 0 يساوي 1 هو جذر المعادلة دي. واش معناتها جذر المعادلة؟ يعني بي لي 1 يساوي 0، يعني كي تعوض بواحد هنا تلقاها بصفر. وأكيد جرب معايا، 1 ناقص 6 ناقص 5 ناقص 5 وزيد لها 11 6 تنقص منها 6 صفر. راك فاهم؟ واش قلنا نحن اكس 0 كيفاش نلقاه في حاله ما عطاهوش ليا اكس 0 وانا نقول له يعطيه لك. في حاله ما عطاهوش ليا هو قواسم العدد هذا. دي واش هو؟ يا اخي قلنا نحن ا اكس مكعب بلس سي اكس بي اكس مربع بلس سي اكس بلس دي. دي هو 6 والا هو 1. ياك ولا لا؟ تسمى راح ندير انا اكس مربع واش يساوي؟ يساوي ناقص 6 على 1 ويساوي ناقص 6. اذا الاكس 0 هو قواسم الناقص 6. نخرجوا نحن قواسم الناقص 6. اذا اكس 0 هو واحد من الحلول هذو. ناقص 6. اذا قواسم الناقص 6 واش هي؟ هي ناقص زائد 6 ناقص زائد 1 ناقص زائد 3 ناقص زائد 2. انت يا صديقي راح تجرب هذه الحلول كامل، راح دير بي ل 2 يا ربي بي لجميع الحلول هذو، بي لي دي لي ا على ا لجميع هذو اللي تلقى راح تطبقهم كامل وراح تلقى اللي تلقاه فيه يساوي صفر. هذاك هو الاكس 0. راك فاهم ولا لا؟ جربهم يا صديقي وراح تلقى باذن الله تلقاها هي بلس ا هي الاكس 0. انا اللي كيفاش ما نطولوش على الفيديو انا نعطيك الفكره العامه برك، فهمتني ولا لا؟ الان يا صديقي عندك الاكس 0 يساوي 1. سي بون، يعطيك الصحه، جبدنا الاكس 0 تاعنا. راك فاهم؟ واش قلنا احنا يا صديقي؟ قلنا نحن نتحايلوا على المعادله هذه من الدرجه الثالثه ونديروها معادله من الدرجه الثانيه ومعادله من الدرجه الاولى باش نقدروا نحلوها. ياك ولا لا؟ يعطيك الصحه. شو كيفاش نكتبوها؟ عندنا الاكس 0 قلنا نحن بي لي اكس كيفاش تكتب؟ يكتب من الشكل بي لي اكس واش يساوي؟ يساوي اكس ناقص اكس 0 اللي هو 1 فوا الكالي اكس اللي هو معادله من الدرجه الثانيه. يعطيك الصح. درك يا صديقي كيفاه نجيبوا الكالي اكس؟ جبدنا الواحد، درك كيفاش نجيبوا الكالي اكس؟ كيفاه نجيبوه؟ نجيبوه صديقي بالقسمه الاقليديه. انا دخلنا في درس القسمه الاقليديه. كيفاه نخدموا بالقسمه الاقليديه؟ كامل اللي قريتوه ليكيب راح نعاود ندير لكم عليها تذكير فقط. شوف تبع معنا القسمه الاقليديه. شوف هذا نسموه مثلا ك، وهذا نسموه مثلا سي كبير، وهذا دي كبيره. سي بون، قوس فوق قوس. باش نلقوا نحن دي واش نديروا تكافؤ. دي واش يساوي؟ يساوي ك على سي. ياك ولا لا؟ اذا الكالي اكس واش يساوي؟ يساوي بي لي اكس على اكس ناقص 1. راك فاهم ولا لا؟ ذاتس اول. باش نعملوا علاه انا قلت لك كيف انا نقول الكالي اكس، نقول بالقسمه الاقليديه. هنا راح نطبقوا القسمه الاقليديه. الان تبع معايا بيان، تبع معايا بيان. راح نطبقوا طريقه القسمه الاقليديه تاعنا. اكس مكعب موان 6 اكس او كاري بلس 11 اكس موان 6 تقسيم اكس ناقص 1. الان يا صديقي نروحوا للمهم في الدرس تاعنا واللي هو القسمه الاقليديه. تبع معايا بيان. شوف اكس مكعب نقسم الاكس مكعب على الاكس اكس او كاري. من بعد ديريكتومون باش ما تغلطنيش في الاشاره لانه التلاميذ كامل يغلطوا في الاشاره هنا، نروح ندير ناقص هنا. سي بون، دير ناقص هنا وما تهضرش معايا. خرجت لي هنا اكس مكعب تقسيم اكس مربع، بعد ذلك نضرب هنا ونحط كامل واش خرج لي هنا. سي بون، اكس مربع فوا اكس مكعب. حط واش يخرج لك بالاشاره تاعك اكس مربع فوا ناقص 1 ناقص اكس مربع. ما خرج ليش هنا 0. درك اكس مكعب ناقص اكس مكعب صفر، راحت الاكس مكعب. الان 6 اكس او كاري موان اكس او كاري تسمى ناقص 6 اكس او كاري بلس اكس او كاري يعني موان 5 او كاري بلس 11 اكس. انا سمحوا لي موان 6. تبع معايا بيان. الان دركا زيد نقسم موان 5 اكس او كاري على تقسيم اكس تخرج لي موان 5 اكس. الان نفس الحاله نروح ندير اكس موان 5 نضربها في الاكس شحال تخرج لي؟ موان اكس او كاري موان 5 اكس او كاري زيد موان 5 نضربها في الموان 1 واش تخرج لي؟ بلس 5 اكس. تبع معايا مليح. موان 5 اكس او كاري تروح مع موان 5 اكس او كاري 11 اكس ونقص منها 5 اكس شحال تقعد؟ 6 اكس.
ناقص 6 ناقص لا شيء تقعد ناقص 6. الآن 6 إكس تقسيم إكس إذا شحال يساوي؟ يساوي 6 بلس 6. الآن نضرب عادي جدا، ندير عملية الطرح تاعي 6 إكس موان 6 صفر صفر، هذه تروح مع هذه وهذه تروح مع هذه. الآن ليكيب نحن عرفنا من قبل واش نحطوا هذا أ ونحطوا هذا بي ونحطوا هذا سي، الباقي خارج القاسم المقسوم عليه. سي بون ولا لا؟ هنا واش يساوي؟ هنا هذا الأ وهذا البي وهذا السي وهذا دي. أ واش يساوي؟ يساوي بي فوا سي بلس دي. دي هاو يساوي زيرو، تقعد دير البي والسي، البي هذا والسي هذا. سي بون نكتبوا الأ والبي تاعنا، نكتبوا درك واش خرج لي بالقسم الاقليدي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا القسم الاقليديه، مثال سهل جدا هذا باذن الله تفهموه عادي جدا وما كاين والو. سي بون اللي قلت لك ديما تحط معايا كونسونطراسيون مهبوله. شوف اذا بيلي اكس تاعي هذا واش يساوي؟ تولي اكس ناقص 1 فوا اكس او كاري موان 5 اكس بلس 6 يساوي صفر. الان هنا تحيلنا على المعادله تاعنا من الدرجه الثالثه ودرناها من الشكل معادله من الدرجه الاولى في معادله من الدرجه الثانيه. الان اللي كي تفرجتوا الفيديو من قبل هذه تولي اما او هذا رمز رياضي تقروا فيه في الجامعه، نقولوا قريتوه حتى في الليس، تولي اكس ناقص 1 يساوي صفر، او اكس مربع موان اكس 5 اكس بلس 6 يساوي صفر. ياك ولا لا؟ هذه تولي اكس يساوي 1 اللي هو الاكس 0، وهذا نحلوه بالدلتا بالمميز دلتا. اذا عندي حلين بيان سير، اذا كان دلتا اكبر من الصفر، حلين اقل من الصفر لا يوجد يساوي الصفر، حل مضاعف. ليكيب ان شاء الله تكونوا فهمتوا، اعطيتك البرانسيب. انا الان يا صديقي نروحوا لدرس المتراجحات.